السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ الفطير وجماله، بس المرة دي ده فطير عروسة. ما شاء الله، الله اكبر، طالع ما شاء الله. طبعا كانت الكمية كبيرة، الله اكبر، فاضطريت ان انا افكر بطريقة ازاي اعمله بسرعة بسرعة. بصوا بقى الطريقة كانت ازاي. ان انا باخدهم دفعة واحدة على بعضيهم في نفس المكان بالظبط كده فوق بعض، مش زي ما كنت باخد واحدة واحدة. طريقة سهلة خالص وبسيطة، وفعلا انجزت معايا، وكان الفطير فعلا مورق، وكان ما شاء الله زي ما انتوا شفتوه في بداية الفيديو. انا بس حبيت ان انا بس اوريكم ان انت ممكن تتصرفي وتعملي باكتر من طريقة، وتعملي اللي انت عايزاه وتأدي المهمة بتاعتك، او كل اللي انت بتعمليه بتاخديها كده اهو قطع قطع. طبعا احنا مقطعين الفطير وسايبينه يريح، وعجناه زي كل مرة ما بنعجن، مية وملح وسكر وبس. وبتسيبيه لما بيريح طول ما، وبعد كده بتقطعيه قطع صغيرة زي كده. ان الفطيرة الواحدة بتاخد لها حوالي 25 قطعة. انا بعملها صينية كبيرة، مش بعمله صغير. ممكن تعمليه صغير لو انت عايزة، بس انا بعمل صينية كبيرة مرة واحدة، بتبقى مورجة ومليانة لحم زي كده. انت بتعمليه نفس الطريقة اللي انا بعملها دي. الطريقة كانت بسيطة خالص وسهلة، وانت في ثواني عملت صينية. انا عملت 17 فطيرة، بجد بجد ما تعبتش فيهم، الحمد لله ما شاء الله. وكان اوردر حلو يعني، ما شاء الله، الله اكبر. فبصي انت بتاخديهم كده 3 3 او 4 4 5 5 حسب ما انت عايزة، هم فوق بعض، وبتحطيهم في قلب بعض، وبتسيبي الفطيرة تريح، وبعد كده بتدخليها الفرن. كانت طريقة سهلة وبسيطة خالص. طبعا احنا عارفين طريقة العجين ان بيعتمد على ترييح العجينة، ويكون الدقيق متعدد الاستخدامات، يعني نوع كويس علشان يشتغل معاكي حلو ويتفرد معاكي ويبقى ليه عرق زي كده اهو، بكل سهولة وبكل بساطة. بس انا باخد واحدة واحدة وبحطها في السمنة، او السمنة والزبدة اللي انا بستعملها في الفطير. انا كنت مستعملة زبدة وسمنة مع بعض، خلطتهم على بعض يعني. او بتعملهم كده الطريقة دي، بتطبقيهم وبتسيبي بنتي بتكبريها حسب الحجم اللي انت عايزاه. يعني بص، انا وصلت الحجم ده عشان تملى الصينية دي اهو. بتتفرد معاكي بكل بساطة، الله اكبر، من غير فرد، من غير نشابة، من غير اي حاجة. تقدر تعمل الفطير بالمشلتت باكتر من طريقة. القناة عندي عليها اكتر من طريقة تتعلميها وتعرفيها، واتمنى تكون ان شاء الله الطريقة دي سهلت لك يعني. بصوا مورج ازاي، بصوا طار ازاي، مفروض ما شاء الله، الله اكبر. وكانت الصينية الله اكبر كبيرة، فطيرة يعني حلوة كده فيها بركة ما شاء الله. عملت كمية حلوة بوقت قصير. اهم حاجة ان الفكرة دي ان هي قصرت لي الوقت في الشغل بصراحة. يعني انت بتحاولي تفكر وشوف الطريقة الاسرع اللي توصلي لها، لل... اللي انت توصل للحل او الحاجة اللي انت عايزة تعمليها وتنجزيها في وقت اقل اهو، وبدون تعب وبدون مجهود. بصوا ما شاء الله، الله اكبر، الفطيرة طالعة الله اكبر ما شاء الله. حلاوة الفطير المشلتت وحلاوة فطير العروسة، وربنا يفرح بناتنا جميعا يا رب. صلوا على الحبيب المصطفى. واتمنى الفيديو يكون ان شاء الله عجبكم. يا ريت ما تمشيش، استني اتفرجي على باقي الفطاير الحلوه اللي احنا عملناها واحنا بنغلفها، هتعجبك خالص. واتمنى ان انت تشتركي في القناه وتفعل الجرس وتعملوا لايك للفيديو، ان شاء الله يعجبكم علشان يوصل ايه لكل الناس. بصوا بقى، احنا كنا دي اجواء بس ان احنا كنا بنطيب نعمل يعني ونطيب كده ونسيبه يبرد، وبعد كده كنا بنغلفه. بص طار ازاي ما شاء الله، مش ناشفة منك لانك انتي ريحت العجينة حلو وخدمتيها كويس. طيبتيها برضو، مدوسوش عليها في التطيب علشان ما تتحمص او تتجمع زي ما بيقولوا. بتسيبيها تريح في الصينية تاني، تتفرد معاكي زي كده، يديكي احلى نتيجة لاحلى فطير انت عايزاه. طبعا احنا كنا عاملين فطير مشلتت، وعاملين فطير رص اللي انا بطريقتي انا اللي بعملها على القناة. يمكن لو دخلت وفي كتير منكم شاف الفيديو ده، لا زي كده بيبقى طبقات بالنشابة يعني وبالعود، مش بطريقة المشلتت. وفي نفس الوقت بنعمل منه المحلي زي كده، بس المحلي ده ما كانش مزج بالشربات، ده كان محطوط السكر اللي كان اللي طالبه السكر في قلب العجينة. في ناس أزواجه فعلا طعمه جميل جدا لما تاكليه بالسكر زي كده، بيبقى خفيف كمان. او الفطير بيبقى طالع من الفرن الله اكبر مورق. وطريقة سهلة وبسيطة. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، وروحي اعملي بسرعة فطير مشلتت بالطريقة دي. تحطي طبقات طبقات على بعض، تطلع معاكي سهلة وبسيطة وفي وقت قصير. اهم حاجة انجاز الوقت. صلى على الحبيب المصطفى.
بصوا بقى شكل الفطير اللي هو الرص كان ازاي وهو معايا. كان شكله بصراحة بجد بجد كان جميل جدا ما شاء الله. اهو بطريقة سهلة وبرضو بسيطة، والفيديو موجود عندكم على القناة اللي حابب يتفرج على الطريقة دي كمان. يعني انا جمعت لكم اكتر من طريقة من خلال، بصوا طالع كيف طار ازاي، ومورج ورقة ورقة على فكرة. وطعمه جميل جدا ما شاء الله، الله اكبر بجد. حاجة بتفتح النفس ما شاء الله. طبعا احنا في ايامنا دي وفي اسعارنا وغلانا دوا نقول عروسة، بس لسه في عادات عندنا في الارياف وفي الصعيد لازم نعمل فطير العروسة. وده عادة بجد بجد يا رب ما تتقطعش، لانها بتبقى لها اجواء حلوة. الفطير كل الكميات اللي شايفينها دي بتتوزع على الحبايب وعلى الجيران وعلى الاهل، بيبقى فيها ود. هي مكلفة، بس نقول بضمنة التكلفة بتاعت الجهاز اللي بيجاب دلوقتي. بصوا ده الفطير المحلي، كان المطلوب ان هو بسكر مش بالشربات يعني معجود، لان انا ساعات بعمله كده برضو، والطريقة موجودة برضو على القناة اللي حابب يتفرج عليها. وبتحشيه اي نوع مكسرات او في من غير حشو حسب ما انت عايزة وحسب ما انت بتحبي. او بصوا جماله كان ما شاء الله، الله اكبر، برضو عامل زي الجلاش بالظبط مش فطير. بالهنا والشفا لكل اللي هياكل منه وربنا يفرح كل بناتنا جميعا يا رب. هو كان بصراحة كان سهل وبسيط الفكرة. انتي شوفوا الطريقة اللي انتي تقدري تنجزي بيها شغلك، وحاولي دايما تفكري وجربي. اهم حاجة تجربي. عايزة تتعلمي جربي جربي مرة واتنين وتلاتة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.